الحمد لله الذي خلق الجنة والنار وخلق لكل واحدة منهما أهلا وأصحابا فجعل الجنة دارا لأوليائه وجعل النار دارا لأعدائه فأرسل رسوله إلى الجنة داعيا وفي نعيمها مرغبا ومن النار وحرها وعذابها مخوفا ومحذرا ومرهبا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيًا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته يقول الله جل وعلا في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم
فكان يسهر طوال الليل ولا ينام. فقالت له ابنته: يا أبت، إني أرى الناس ينامون وأنت لا تنام. فقال لها: يا بنيتي، إن النار قد أذهبت النوم من عين أبيك. الربيع بن خثيم تلميذ ابن مسعود الذي كان يقول له ابن مسعود: والله لو رآك رسول الله لأحبك يا ربيعة. ومع ذلك كان الربيع بن خثيم إذا مر على الحداد ورأى النار يتذكر نار الآخرة فيغمى عليه. كان شداد بن أوس إذا أوى إلى فراشه، إذا نام على فراشه يتقلب على فراشه كأنه حبة على مقلى، ثم يقول: اللهم إن ذكر جهنم لا يدعني أنام. فيقوم يصلي طوال الليل. كان حرم بن حبان يخرج بالليل والناس نيام وينادي بأعلى صوته ويقول: عجبت إلى الجنة كيف نام طالبها، عجبت إلى الجنة كيف نام طالبها، وعجبت إلى النار كيف نام هاربها. قال الحجاج بن يوسف لسعيد بن جبير: سمعت أنك لم تضحك قط. فقال سعيد بن جبير: كيف أضحك وجهنم قد سعرت والأغلال قد نصبت والزمانية قد استعدت. لما مات منصور بن المعتمر صرخت أمه وقالت: وقتيل جهنم ما قتل ولدي إلا خوفه من نار جهنم. أيها الوالد الكريم، هل سمعت عن أب يريد أن يبيع ولده وولدة كبده؟ هل سمعت عن زوج يريد أن يبيع زوجته ورفيقة عمره؟ هل سمعت عن أخ يريد أن يبيع أخيه ابن أمه وأبيه؟ هل سمعت عن رجل يريد أن يبيع عائلته التي يتباهى ويتفاخر بها؟ هل سمعت عن عاقل يريد أن يبيع الدنيا بما فيها؟ لقد أخبرنا ربنا جل وعلا أن العبد الذي سيدخل النار سيتمنى أن لو قدم ولده فداء له من
إذا كانت هذه الشمس تبعد عنا الآن بمسافة تقدر 150 مليون ميل، ومع ذلك تتأذى من حرها، ومع ذلك تتضايق من حرها، فما بالك يا عبد الله والشمس فوق رأسك يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس فوق الرؤوس حتى تكون قيد ميل أو 2. قال سليم بن عامر: والله لا أدري أي الميلين نعلم، ميل المتر، الميل المسافة، الميل المكحلة التي يكحل بها العين. قال: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه العرق إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما. قال الراوي: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى فمه ويقول: يلجمه إلجاما. وقال سلمان: تعطى الشمس يوم القيامة حر 10 سنين ثم تدنو من جماجم الناس. إذا كنت يا عبد الله في هذا الجو الشديد الحر تتأذى من بعض قطرات العرق، تتأذى من عرق الدنيا، فما بالك بعرق يوم القيامة؟ ما بالك بعرق يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة حتى يقول: يا رب أرحني ولو إلى النار. هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة الكرام، إن الناس في هذا الجو الشديد الحر حريصون كل الحرص على راحة أنفسهم وأولادهم، فيوفرون الوسائل الواقية من الحر بشراء المراوح أو بشراء المكيفات أو بالذهاب إلى المصائف والمنتجعات الباردة. يجب على الذين يفرون من هذا الحر الدنيوي أن يفكروا بعقولهم ماذا أعدوا لحر الآخرة ونارها. يجب على كل عاقل وهو يتقي هذا الحر الدنيوي أن يسأل نفسه: ما
فعليك بالبكاء من خشية الله، أن تدمع عينك من خشية الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار، أي لا يدخل النار رجل بكى من خشية الله. أنت لو سألت أحد الناس الآن في هذا الجو الشديد الحر وقلت له: ماذا تريد؟ ماذا تتمنى في هذا الجو الشديد الحر؟ وربما يجيبك الفقير ويقول: أريد إزازة حاجة ساقعة لكي أروي بها عطشي. والثاني يقول: أريد مروحة لكي أركبها في بيتي. والثالث يقول: أريد ثلاجة لكي تبرد لي الماء. والرابع يقول: أريد مكيفا للهواء. والخامس الذي قلبه متعلق بالآخرة تذكر حرب يوم القيامة فيقول: أريد أن أكون في ظل عرش الملك يوم القيامة. إزازة الحاجة الساعة ب2 والمروحة ب200 جنيه والثلاجة ب2000 جنيه والتكييف ب3000 جنيه وظل عرش الملك يوم القيامة بدمعة واحدة تبكيها من خشية الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدموع. كن من هؤلاء ال7 لتسعد في الدنيا والآخرة. اعلم يا عبد الله أن الفوز الحقيقي وأن النجاح الحقيقي ليس في كسب المليارات ولا في امتلاك عشرات الأفئدة أو مئات الأفئدة ولا في النيل عن الشهادات ولا في النيل عن المناصب. إنما النجاح الحقيقي، إنما الفوز الحقيقي أن تنجى من النار، أن يحرم جسدك على النار وأن تدخل الجنة. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. من أهم وأعظم الدروس المستفادة في هذا الحرب الشديد أن الناس في فصل الشتاء يتأذون من شدة البرد ويضاقون، وفي فصل الصيف يتأذون من شدة الحر ويضاقون. لتعلم يا عبد الله أن هذه الدنيا ليس فيها راحة، ليس فيها سعادة، إنما السعادة الحقيقية، إنما الراحة الحقيقية في الجنة. سئل الإمام أحمد: متى يذوق العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. أختم هذا اللقاء برسالة أوجهها إلى الآباء والأمهات. إن الآباء والأمهات في هذا الجو الشديد الحر حريصون على راحة أولادهم، فيوفرون لهم الوسائل الواقية من الحر. أقول لك أيها الوالد الكريم، يا من تجلس الآن أمامي في المسجد وتسمعني الآن، أقول لك: تخيل في ليلة من الليالي وأنت تنام في بيتك على فراشك، ففي منتصف
النار الآخرة. لماذا تترك ابنتك الجامعية تذهب إلى الجامعة بهذه الملابس الضيقة التي تفصل مفاتن جسدها؟ إن بعض بنات المسلمين الآن يذهبن إلى الجامعات وكأنهن ذاهبات إلى الرقص وكأنهن عروضات أزياء. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، فذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. أيها الأخ، لقد أمرك ربك جل وعلا أن تقي ابنتك من نار الآخرة، فقال في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها الأحبة الكرام، ما أردت أن أقوله لحضراتكم في هذه الخطبة أن هذا الحرب نفس من أنفاس جهنم، فكيف لجهنم نفسها؟ وقلت لحضراتكم إن الإنسان منا لا يتحمل أن يقف في حرب صغيرة، فكيف بك يا عبد الله إذا وقفت يوم القيامة والشمس فوق رأسك؟ وقلت لحضراتكم كيف يقي الإنسان نفسه من حر الآخرة ونارها. أسأل الله عز وجل أن يجعل لهذه الكلمات أذنا صافية وقلوبا واعية تعي وتطبق هذا الكلام. الكلام عن النار كثير وكثير. كثير من علمائنا ومشايخنا صعدوا على هذا المنبر وهم أعلم مني وهم أفصح مني وتكلموا في هذا الموضوع، ولكن قل من يعي هذا الكلام، قل من يتدبر هذا الكلام، قل من يطبق هذا الكلام إلى واقع عملي. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أسأل الله عز وجل أن يرحم هذه المتوفاة رحمة واسعة. اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم نقها من خطاياها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم نور على أهل القبور قبورهم. اللهم أنزل عليهم الفرحة والسرور والضياء والنور. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد بنات المسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأضل الشرك والمشركين وأهلك أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا حاكما صالحا يحكمنا بشرع الله. اللهم ارزقنا حاكما صالحا يحكمنا بشرع الله. اللهم ول من يصلح.